دلوقتي نزل حدث زلاتان ابراهيموفيتش وتوني كروس نزل في الديفيننج الانجليزي، فهنشرح النهارده حدث ابراهيموفيتش، فمتنساش اللايك والاشتراك. يلا نبدأ. هندخل على حدث ابراهيموفيتش. الحدث فيه الانترو وخمس سواتر اللي نزل النهارده شابتر 1 بس. اول حاجه نشوف الانترو فيه اللي هو مسيرة ابراهيموفيتش من 99 ل 2004، اللي هو البدايات مع اياكس، من 2004 2011 مع انتر ميلان، و 2011 2012 مع الميلان، وهكذا. يعني هو جايبين مسيرته. اول حاجة تعالى نروح على شابتر 1. شابتر 1 فيه اول حاجة سكيل جيم، تاخد منه 200,000 كوين. بعد سكيل جيم تاخد 200,000 كوين. بعدها ماتش 300,000 كوين. والماتش لو 300,000 كوين، وماتش كمان 300,000. ده الماتش ده 100 ترانسفير بوينت. الهدية 1 مسكرانو، ودي 300,000 كوين و 300,000 كوين، وهكذا 300,000 كوين لغاية هنا 100 جوهرة. هنا برضو 300,000 كوين. هنا سكيل جيم تاخد نجمة 500,000 كوين، ونجمتين أو 3 تاخد 100 جوهرة. وفي سكيل جيم التاني 500,000 كوين في النجمة، نجمتين 200 ترانسفير بوينت، و3 نجوم تاخد 1 مسكرانة. الماتش ده هتاخد 300,000 كوين. لما تخلص شابتر 1 هتاخد 1 مسكرانو وصورة لابراهيموفيتش. تعال نشوف الانترو تاني. الانترو بقى هنشوف بقى بطاقات لابراهيموفيتش. البطاقات هنا في نسخة 107 متورد الأحمر، رانك أحمر، معاه اللي هو الستيهو صورة. ده هناخده لما نخلص شابتر 1 من غير نايت مير مود. معناه ان هيبقى كل شابتر فيه نايت مير مود. ناخد تاني حاجة ابراهيموفيتش رانك يستيجي ب1500، ومعاه 1500 جوهرة و500,000 كوين. اخر حاجة هناخد ابراهيموفيتش بطور ازرق، يعني ريته الاصلي 108. يعني في تقريبا تختار في كذا نسخة وتقدر تختار منهم واحد. تعالوا نروح نشوف توني كروس اللي نزل في الديفيننج الانجليزي في قسم ريال مدريد. قسم ريال مدريد فيه 3 سكيل جيم، كل واحدة فيهم لازم تجيب 3 نجوم عشان تاخد الليجيسي بوينت زي اللي فات. وفي برضو أسئلة هنا. ولما تاخد 5 بوينت اللي هو الليجيسي ده تاخد 1,000,000 كوين، والطبعا هنستغل الباص بتاعه 500 جوهرة، 20 شارد من الليجيسي، و2 ماسكرانو. وفي الآخر هتاخد توني كروس 104. بس طبعا توني كروس النسخة دي ضعيفة، يعني توني كروس 104 ضعيف. لكن لما تروح على الاكسشينج والبلاير اكسشينج وديفيننج جيسي هتلاقي توني كروس 111 محتاج 500 شارد، وكروس اللي هو اوفر 104، اتنين لعيبة 109، و3 لعيبة 108، و3 لعيبة 107 عشان تاخد توني كروس. تعال نشوف طاقاته. اول حاجة ريت 111، 3 سكيل موف، 5 ستامينا، 111 سرعة، 105 شوط، 133 باص، 127 دريبل، وعنده 5 ويك فوت، وعنده 5 سمات في الاتاك ميديوم وفي الديفند ميديوم. تعال نشوف طاقات ابراهيموفيتش النسخة بتاعته. اول حاجة اللي احنا هنستعمل من شابتر 1 هتبقى، تعال نشوف طاقاته. اول نسخة هناخدها من شابتر 1 ده اهو، ريت 107، رانك احمر، هيبقى 96 سرعة، 111 شوط،
92 باص، 102 دريبل، 103 فيزيكال، وويك فوت 4 مع 3 سمات منهم الباسكت كيك، اتاك هاي والديفند 200. النسخة التانية اللي هي 108 رانك نفسي برضو ويك فوت 4 و5 سكيل موف و100 سرعة، 116 شوط، 106 دريبل، 109 فيزيكال، وعنده برضو 3 سمات. لكن التالت لا، بيقولك ان انت تختار واحد من التلاتة، لكن مينفعش نشوف طاقتهم دلوقتي. شابتر 2 هينزل بعد 6 ايام، وشابتر 3 هينزل بعد اسبوعين، شابتر 4 هينزل بعد 20 يوم، وشابتر 5 هينزل بعد 27 يوم. يعني حدث ابراهيموفيتش شبه حدث بيكهام، هيبقى فيه جواهر، هيبقى فيه نسخ لابراهيموفيتش زي نسخ لبيكهام، يعني هيبقى متشابه لحدث بيكهام. وكده نكون خلصنا الفيديو، فما تنسوش اللايك والاشتراك وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، وسلام.